بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائدنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشعب السوداني الصابر، يقول عز من قائل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نعزي أنفسنا وإياكم في هذا البلاء العظيم الناجم عن الجرائم البشعة التي لا تزال ترتكبها ميليشيا أبو ظبي، ميليشيا عصابات أبو ظبي الإرهابية في مدينة الفاشر. أخاطبكم وعهدنا بكم أن نجتمع ونتكاتف في الأتراح قبل الأفراح. وفي هذا الخطب الجل الذي ألم بنا أوجه باختصار جملة من الرسائل. أولا، أترحم على أرواح الشهداء جميعا، وفي مقدمتهم شهداء الفاشر، نساء ورجالا، شيبا وشبابا، الذين لا زالت دماؤهم تنزف دافئة، والذين ارتقوا إلى ربهم مقبلين غير مدبرين بعد أن أظهروا تماسكا وصمودا وبسالة يعجز الوصف عن إيفائه. نسأل الله أن يتقبلهم عنده في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. ثانيا، تحية فخر وإعزاز وشموخ لجميع أسد الفاشر السلطان الذين صمدوا في وجه حصار جائر بربري غاشم من قبل نظام أبو ظبي ومرتزقته، وقاتلوا بشجاعة لم يشهدها العالم من قبل، وانتصروا في مئات المعارك رغم قلة العتاد والعدة. لهؤلاء الأبطال ترفع القبعات وتنهني حامة الشعب السوداني إجلالا وتقديرا لتضحياتهم التي شكلت سدا منيعا ضد التمدد العدواني نحو بقاع الوطن الأخرى. ثالثا، إلى الدول التي التزمت صمتا مخزيا تجاه جرائم الإبادة التي ترتكبها الميليشيا، وتغاضت عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن لفك الحصار عن الفاشر، بل ساهم بعضها في تسليح الميليشيا عبر النظام أبو ظبي. نقول إن التاريخ لا ينسى. لقد شهدنا مواقف مشابهة في الجنينة والدنورة ورواندا، وعلى بعد أمتار قليلة من قوة حفظ الأمن التابعة للأمم المتحدة في سبرينيتسا، حيث كان الصمت محفزا لارتكاب الإبادات والتمادي فيها. لقد سقطت ورقة التوت عن عورة الشعارات الإنسانية الزائفة، لكن لا يهم، فالشعب السوداني وحده من يرد صاعين للمجرمين والخونة. رابعا، إلى منظمة المجتمع الدولي التي عجزت عن إيصال المساعدات الإنسانية. المأساة تجاوزت حدود الإغاثة، فالموتى لا يأكلون، فبينما ينفر بعضكم خفافا لتقديم الإغاثة إلى مناطق تحت احتلال الميليشيا، يعزف آخرون عن نجدة النازحين في مناطق الأمان. لن نقبل بازدواجية المعايير بعد اليوم، وقرارات الخارجية بالأمس ليست سوى البداية. خامسا، إلى أبناء وبنات السودان، إن الدعم الخارجي اللامحدود الذي تتلقاه الميليشيا وعبث نظام أبو ظبي بالأمن الاستراتيجي للمنطقة يؤكد أن الهدف يتجاوز دارفور والسودان إلى إعادة تشكيل خارطة المنطقة بأكملها، ولكن إرادة الشعب أقوى، ووعينا الجماعي يترسخ كلما اشتد ظلام المؤامرات واستعرض رمضاء التحديات. وهذا المخطط سيقبر بإذن الله بيقظة شعبنا ووحدته وجدانا وعملا. لذلك لا بد أن نرتقي جميعا لحجم التحدي، ونترفع عن الصغائر، ونستنفر كل إمكانات البلاد والشعب توضي المعركة الأكبر في تاريخ السودان. سادسا، إلى زملائنا في القوات النظامية والقوات المساندة، نتحمل جميعا كفلا من مسؤولية عجزنا عن نجدة الفاشر، وعلينا مراجعة أدائنا في المرحلة السابقة لنقوم أي اعوجاج شاب التخطيط أو التنفيذ. وبهذه المناسبة نؤكد أن وحدتنا هي الحصن المنيع الذي يحفظ الوطن من التصدع والانهيار. وفي ظل هذه المحن
تتجلى حقيقة أنه لا سبيل للنجاة إلا بتعزيز اللحمة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية من محاولة الاختراق وإسقاط مشاريع التآمر والارتزاق وأيا كانت عناوينها أو أدواتها، فهذا أقصر طرق النصر بإذن الله. سابعا، إلى الشعب السوداني المكلوم، رغم هول الفاجعة، هذه ليست أولى المهن، فقد علمتنا جراح الجنينة وود النورة معنى الصمود والعودة بقوة. من يظن أن هذه النكبة ستدفعنا إلى التخلي عن حقوقنا أو القبول بخارطة طريق عرجاء يجهل طبيعة هذا الشعب وسيطول ليله. نبشرهم أنهم سيجدوننا أشد منعة وعزما من أي وقت مضى، ولن تستطيع أي قوة كونية فرض وجود عصابات إرهابية في مستقبل السودان. ثامنا، إلى الأرامل والثكالى والجرحى والنازحين الذين يقضون ليالي حزن عصيبة حالكة، نسأل الله أن يلطف بكم ويربط على قلوبكم، ونؤهدكم أن السودان لن ينسى تضحياتكم الكبيرة خلال العامين الماضيين، وأن الشعب سيقتص لدمائكم الطاهرة. المعركة لا تزال طويلة، وقد استنهضت هذه الإبادات همم الشعب السوداني وفجرت غضبه، وبحول الله سيتحول هذا الغضب إلى حديد وبأس شديد في مواجهة الميليشيا ومرتزقتها من دول الجوار وما وراء البحار، والأيام بيننا. وفي الختام نضرع إلى الله عز وجل أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويفك أسر المأسورين ويعيد المفقودين إلى أهليهم سالمين، ويعجل لنا بالنصر ويحفظ جنودنا الأبطال في الثغور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.